مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أحبتي في الله، السلام عليكم ولادي وبناتي، خوتي وخواتاتي. نتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله. كتر الحديث ولا الهضرة إلا بغينا نقولوا على الانفلونزا. المهم انايا بغيت نتقاسم معكم واحد الطريقه كنديرها في الايام العاديه، يعني الا بغينا نقولوا الرواح، ملي كيكون الرواح قاس شي واحد ولا بحال درك في الشتاء، مع راكو عارفين الديور كاملين كيكونوا مسدودين، يعني ما كنحلوهمش بزاف يعني باش يتهواو وكل شيء. الا كان شي فيروس راه كيكون في يبقى غير في الدار يدور، يعني سيفري كنحلو السراج مره ولكن الاغلبيه كيكونوا مسدودين. انا هاد الطريقه هذه اللي كنديرها في الشتاء بزاف، يعني ملي كيكون البرد بحال هكذا، وخاصه الا كان شي واحد جاتو لا غريب، يعني جاتو كما نقولوا حنايا للرواح، شي واحد جاتو في الدار، يعني باش ما يتعداوش كاملين صحاب الدار كنديرها. الاخر المكون الرئيسي ديالها هو الكاليبتوس. هذا حنا عندنا متواجد هنايا بزاف، حدانا واحد الجردة ديال الدولة بحال هكا دايرين فيها هاد الكاليبتوس. كنجيبوه، كندير معاه شويه خزامه، الخزامه راها معروفه، الزعتر حتى هو راه معروف، عود نوار ولا القرنفل، الشيح، هانتوما تشوفوا الشيح، النونخه ما درتهاش لان ما متواجداش عندي، البصله حمراء، الثومه الحمراء، وكندير الحامض، الليم، وكندير التشين. هانتوما تشوفوا الا كانت عندكم ماشي بالضروره تكون زينه ولا شي حاجه، المهم داك الشيء اللي يكون عندكم ما غاديش تاكلوه كنديروا هنايا، كنديروا هكذا في هاد الوصفه هذه. صدقوني انا هاد الوصفه كما قلت لكم راني كنديرها دائما في هاد الفصل ديال البرد، لان كتعطر الدار، كتعطي الدار واحد الريحه زوينه، بما انه كتكون مبلعه، وفي نفس الوقت كنحاربوا هاد الفيروس يعني قبل ما يدخل للدار. واخو ما عندك حتى شي واحد مريض في الدار، ديري من الليل لليل غادي تجيبي بحال هاد، انايا هاد القدره هادي هانتوما تشوفوا كحله، هادي مخصصها دائما لهاد الاعشاب، ساهله. كتجيبي هاد القرنفل كامل كديريهم هكا في الماء، هكا ديري في الماء كامل هاد الاعشاب. الا ما كانوش عندك متواجدين كاملين ماشي مهم، المهم بعدا يكون واحد النصيب منهم. هاد الثومه ما غاديش نديرها كامله، غادي ندير واحد 3 ولا 4 ولا هكا ماشي كامله. البصله عاوده كاين حتى هي، كنت جبت واحد الموس ما نعرف فين مشى، ها هي حتى البصله بغيتي ديريها كامله ديريها. هي البصله الحمراء زوينه، هانتوما هي البصله الحمراء راها غزاله الستانونتيبيوتيك، لا هي ولا الثومه، هانتوما. وكما قلت لكم هذا هو اللي عليه العماد، هذا الكاليبتوس. الا كان عندكم غير الكاليبتوس ديروا غير الكاليبتوس مع شويه ديال الزعتر والخزامه الاخرين، ولا بصله، ولا يعني حتى الا ما كانش متواجدين لكم كامل هاد الحويجات هادو ديروا النص، ولكن الكاليبتوس يكون هو المهم، يكون ضروري. وكنزيدوا عاوده كاين حتى هادو هكا، هادو كنديروهم يديروا يغلاو. الا كان الانسان غادي راه ديجا فيه لا غريب، يعني ديجا راه مروح، راه فيه الرواح كما كنقولوا، يكون هاد القدره تكون مغطيه. ملي تكون مغطيه وحتى تغلي وتجيبي ديري كتانه على راسك انتي ولا ولدك ولا الزوج ديالك، ولا ديروا كتانه هكا على راسكم بحال داك البخار يطلع. صدقوني النيف كيتسقد وحتى تحسي بالعرق، ملي تحسي بالعرق راه الواحد كيرتاح عليها. الا ما كانش يعني بغيتي ديريها غير باش تحيدي الفيروس من الدار ولا دخل للدار ولا تحيدي المهم اي ميكروب ولا فيروس في الدار، غير ديريها كل بيت، يعني كل شومبر ديري فيها البوطه الصغيره الا كانت عندك. الا ما كانتش عندك ديري الاخر ديال الضو، ريشو ديال الضو. الا ما كان عندك لا ريشو ديال الضو ولا البوطه الصغيره، ديريها فوق البوطه يعني في الكوزينه ومغطيه،
حتى تغلي مزيان مزيان. عاد ديها لديك البيت لديك لا شومبر وحلي لها ديك المغطى. غادي داك هاد البخار ديالها ينطلق في ديك الغرفه، واللي رديها عاوداكي للكوزينه وسخنيها مزيان وديرها في الغرفه الاخرى. الا كانت عندك البوطه، ومن الاحسن تكون عندك بوطه صغيره ولا الريشو ديال الضو، ديريهم في لي شومبر هكذا واحد الخمس دقائق ولا حتى يطلق ديك الريحه ديالهم مزيان في لي شومبر. وديري عاوداكي في لي صال، في الكولوار، يعني البيت ديال الدار ديالك كاملين ديري لها هاد الاخر، هاد البخار هذا. صدقوني راه الفيروس ما يبقاش. وقلت لكم اللي كان مقيوس ديجا بلا غريب يديرها ويشمها مزيان مزيان، وان شاء الله ان شاء الله غادي يكون الخير. غادي ندير معكم وصفه واحده اخرى بالنسبه للانسان الا كان عنده الحلق مريض، ونتمنى من الله تستافدوا منها. الوصفه الزوجه هي ملي كيكون الحلق مجروح ولا عاد باديه ديك الاخرى، شتو بحال دركا في البرد غير الحلق كيكون على سبه الا بغينا نقولوا في الساع كيتجرح الحلق. كنديروا العسل. وهاد الوصفه هادو صدقوني راها مجربه من عندي انا، كنديرها مع وليداتي. يعني ملي هكذا كيبدي الله يبدي الحلق يتجرح ولا كيكون ديك الكحه عاد خفيفه، صدقوني كنديرها بحال هكا في شي فنجان. ملي كيبدي شي واحد كيتشكى كنديرها له ونعطيها له مع معلقه صغيره ويبقى ياكلها، يعني حتى 4 5 تاع المرات 6، يعني فوقاش ما حس ما فيها حتى شي حاجه اللي كضر. فيها العسل هانتوما تشوفوا، يعني العسل على حسب ماشي كاع الا بغينا نقولوا المهم العسل الحره 100%، لان مستحيل غادي تلقاي حره، ولا لقيتيها غادي تلقايها غاليه. المهم العسل متوسطه. والحامض الليم، يعني الليم كاين اللي يقولوا الحامض وكاين اللي يقولوا الليم. هكا ديروا، انا خايفه لا يطيحوا لي هنايا دوك العلف ديالو. الحامض كديروا معلقه قرفه كما قلت لكم، راه صدقوني هذه سنين وانا كندير هذه الطريقه. وزيت الزيتون هكا. هاد العسل هادي ديريها تذوبيها في هاد الخليط هذا ديال الليم والعسل، الليم والزيت والقرفه، حتى كتحل مزيان مزيان. ملي كتحل كيبقى الانسان يشربها مره في كما قلت لكم 5 ديال المرات 6. حتى في الليل الا كنتو ناعسين كاع كنتو ناعسين وضربتكم الفيقه ولقيتو حلقكم مجروح ولا شي حاجه، تشربوها على الخوا، يعني على معده فارغه جبت لي المائده على معده فارغه، ولا مور الاكل ولا قبل الاكل. صدقوني راه رائعه، لان الزيت ما كضر. زيت الزيتون ما شاء الله راه كما دائما كنقول مذكوره في القران. القرفه غزاله، اللي معوده كاين بالنسبه لهاد المشتى هادي راها غزال بزاف كاع، يعني كاع هاد الحويجات مزيانين. صدقوني غير ديروها وغادي تشوفوا وغادي تقولوا الله يرحم الوالدين ولا الله يرحمك خالتي ام هبه. غادي نزيد لكم وصفه واحده اخرى ان شاء الله. عاوده كاين لي الوقايه من هاد لا غريب ولا الرواح، ولا انا كما قلت لكم انا ما رانيش نهضر على انفلونزا الخنازير، ولا لان حتى انفلونزا الخنازير راها حتى هي نوع من انواع كما كنقولوا حنايا الرواح ولا لا غريب ديال هاد المشتى. غير واسمو كتاثر على الاطفال الصغار اللي قل من 5 سنين، وكتاثر عاوده كاين على الناس الكبار هكذا من 60 عام الفوق اللي ما عندهمش المناعه. اما اللي عندهم المناعه راه ما شاء الله، ولا المراه الحامل، ولا يعني اللي كيكونوا ولا واخو بين تحت 60 عام وفوق 5 سنين، اللي ما كيكونش عنده يعني كيكون عنده شي مرض ولا كيكون ما عندوش المناعه، راه كيتصاب حتى هو بهاد الانفلونزا هذه. من بعد الليم الحمد لله ولا الحامض راه رخيص ومتكاثر في هاد الوقيته هذه. نجيبوه نديروه عصير يوميا الا قديتو حتى في الغداء وفي العشاء راه رائع. انا الصراحه انا راني بديت نديرو. كنديرو مع العسل، يعني هكذا ديري تقشري ليمه وترميها في المولينيكس مع الماء، يعني تشوفي الافراد ديال الاسره ديالك شحال، وترمي داك شويه ديال العسل. كان عندك النعناع، الورق ديال النعناع، رمي معاهم الورق ديال النعناع وديري
وصفيه وعطي لوليداتك يشربوا. ما كانش عندك الورق ديال النعناع بلاش، ديري غير الحامض والعسل. ما كانش عندك العسل ديري واحد شويه ديال السكر، غير ما تكتريش السكر. بالنسبه نسيت ما قلت لكمش، بالنسبه للكاليبتيوس، اللي ما عندوش الكاليبتيوس بحال هذا، شوفوا انايا راني جبت لكم كاع الشجره. اللي ما عندوش الكاليبتوس بحال هذا يشري هاد الكاليبتوس هذا، الزيت الاوكاليبتوس هذا تشريوه وديروا كاسرونه فيها الماء، ياكو ديروا كاسرونه فيها الماء تغلي مزيان مزيان، وديروا فيها واحد 3 ديال النقيطات حتى 5 ديال النقيطات، وغادي تشموا ديك الريحه ديال ديك الزيت غادي تطلع معاكم. حتى هذه روعه روعه صدقوني، كتعطي واحد الاخر النيف، يعني النيف ملي كيكون مسدود يدير النيف ملي كيكون مسدود كيتحل بهاد الزيت هذه. ها هي الاوكاليبتوس. بالنسبه قلت لكم بالنسبه اللي ما عندوش بحال هذا، عاوده كاين الليم والاخر والثومه الحمراء. انا كنقول لكم هذا الشيء يعني اللي بغى يدير يعني وقائيا، ولا حتى اللي راه مريض، بلا غريب وبغى يدير. المهم راه الدواء راه بعض المرات راه ما كيدير والو الصراحه، نهضروا بكل صراحه. يعني تجيبي الثومه الحمراء تفوريها مع الشريحه، تفوري الثومه الحمراء مع الشريحه وبحال اللي تعجنيهم وديريهم في واحد القريعه وديري عليهم زيت الزيتون وتبقاي تاكلي، يا اما على الصباح على معده فارغه، ولا بالليل ملي تبغي تنعسي. راها رائعه الشريحه، راها التين راه مذكور في القران، والثوم حتى هو راه رائع وستن انتيبيوتيك. صدقوني هاد الوصفات اللي عطيتكم راه وصفات مجربه، يعني ماشي جبتهم لكم غير من راسي هكذا، كون ما جربتهمش ليا انايا ووليداتي ما غاديش نقول لكم. وراكم تعرفوا خالتكم ام هبه دائما كتجيب لكم داكشي اللي هي كتجربوا، يعني اللي دائما كنديروا. الا درت لكم حطيت لكم شي حاجه في القناه كما كنقول لكم، يا اما جربتها انايا ولا شي واحد من العائله ديالي، ولكن هذا الشيء اللي عطيت لكم اليوم الحمد لله انا كنجربو، انا كنديرو لوليداتي في هذه المشتى هذه. لان الا جيتي دائما الفرماسيان ولا الطبيب راه الواحد كيتهلك، والله يحسن العوان لكل واحد. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم ارفع عنا هذا البلاء يا ارحم الراحمين، واللهم اسقنا غيثا نافعا ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا تنسوا أني أحبكم في الله، والسلام.